فأجمل ما يخرج به الإنسان من دنياه ويلقى الله به في أخراه هو تقوى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة، الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله في بيتك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في أولادك، اتق الله في ربعك وفي جماعتك، اتق الله في جيرانك، اتق الله في نفسك، اتق الله في كل أحوالك، اتق الله أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لأن الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن أسررت كلاما في نفسك علمه الله، إن حدثت به أحدا من خلقه سمعه جل في علاه. بل أبلغ من ذلك كله أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. حتى يقول العلماء في أن الله تبارك وتعالى يعلم السر، في تفسير قول الله يعلم السر وإيش؟ وأخفى. وإيش هو السر؟ وإيش هو اللي أخفى من السر؟ السر معروف، في سر بينك وبين واحد، في سر في نفسك ما أسررت به. طيب وش هو أخفى من السر؟ أخفى من السر السر اللي باقي ما فكرت فيه ولا جاك، اللي باقي في خاطرك ما طلع، يعلمه الله. فما من جبل إلا ويدري ما في وعره، وما من بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله. هذه والله وصيتي